مساء الورد، مساء السكر، مساءكم معطر بذكر الرحمن. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو بيتكلم عن نفسه. تعالوا بقى، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوفوا هنعمله النوتيلا العظمة دي ازاي في البيت. معايا كوباية بندق، ولو مش عايزة تحطي بندق حطي مكانها كوباية سوداني. اهم حاجة ان انت بتعلي القيمة الغذائية بتاعة الحاجة اللي انت بتعمليها حتى لو بأرخص التكاليف. انا حطيت كوباية بندق عشان قادرة اجيب كوباية بندق، لو انت ما انتش قادرة هاتي كوباية سوداني. هتحطي مع كوباية البندق نص كوباية زيت. تمام تمام. هتحطي نص كوباية الزيت ليا مسك عشان انا عايزة اطحن البندق ده اخليه ناعم خالص. ورشة فانيليا يا بنات صغيرة. ايوه كده. تمام. بصوا بقى يا بنات، هنضربوه بقى كويس جدا في الخلاط. بصوا انا بقول لكم انا هضربه دلوقتي في الخلاط، انا كده جهزت كل حاجه. يلا بقى نسموا الله على الخلاط. بعد ما انضرب معايا يا بنات شوفوا بقى الخليط بقى عامل ازاي. بصوا تحسوا اللي هو بقى عامل زي ايه، زي الطحينه كده. تمام، ناعم خالص. خلاص كده تعالى بقى نجهزه المواد الجافه. معايا كوبايه سكر بودره جامده كامله. ماشي. ودي سكرها كده مظبوط بالنسبه لي. لو انتي حابه السكر يكون زياده ممكن تحطوا نص كوبايه او ربع كوبايه. دي ربع كوبايه سكر بودره كمان على حسب رغبتك، يعني لو انتي حابه تزودي. انا استكفيت يا بنات بكوبايه السكر البودره، ولو هدوقها بقى اشوفها لو هي كده بالنسبه لي تمام خلاص تمام، لو مش بالنسبه لي ممكن ازود لها ربع او نص على حسب الرغبه يعني. كده خلاص انا جهزت كده الايه، الكوباية السكر البودرة. تمام تمام. نحطها بقى في فرشة الخلاط يا بنات بالطريقة اللي شايفينها دي. عسل كده. تعالوا بقى نحطه كمان كوباية لبن بودرة. واللبن البودرة ده يا بنات موجود عند اي عطار، يعني سهل مش صعب ان انت تجيبيه. النيدو بيبقى غالي شوية لكن اللبن ده بيبقى سايق عند العطار وحلو قوي. انا جربته على فكرة جميل يا بنات. في كامل الدسم وفي خالي الدسم، انا جايباه كامل الدسم. بصوا يا بنات انا بوريكم ان المعيار مظبوط كده، بسويه كده كوبايه بالظبط ما شاء الله تبارك الرحمن. هنزوده بقى بدل ما تحطي ميه، لا هنزوده القيمه الغذائيه. انا زودت كمان كوبايه لبن كامله. انا حطيت كملت الكوبايه يا بنات، هو اللبن خلص عندي ابني بعته يجيب كملت كوبايه. دي كوبايه لبن كامله. تمام تمام. هنحط له كمان رشه فانيليا عشان برضو ريحه الفانيليا بتخليها ريحتها حلو. عسل كده. تمام. خلاص كده يا بنات انا مش حاطه، انا حاطه في الاول فانيليا على البندق وهو بضربه في الزيت، وبعد كده حطيت تاني لما حطيت اللبن. خليط كده يا بنات، الخليط بتاعي كده جاهز معايا. تعالوا نضربوه بقى في الخلاط كده، بس لازم يكون الخلاط قوي يا جماعه او كبه، الاتنين ينفع. بص انا بوريكم ان الخليط شغال اهوت. تعالوا بقى يا بنات نحطوا كوبايه زيت غير النص اللي انا كنت حطاه. تمام تمام. بعد ما حطيت كوبايه الزيت شايفين بقى الخليط بقى عامل ازاي. هبدا بقى احط الكاكاو. الكاكاو ده يا بنات بقى كاكاو خام بدون سكر اسباني يا بنات، انضف انواع الكاكاو هو الاسباني. تمام. انا حطيت معلقتين كبار، ودي تالت معلقه، ودي رابع معلقه يا بنات. انا ببص للون يا بنات، انا عايزاه لونه يكون غامق زي الشوكولاته بالظبط، زي اللي بنجيبوه من بره بالظبط. فانا هحط كده 5 معالق. ممكن انتي كواحده بتعمليها الوصفه بتاعتي هتقولي لا طب انا ممكن احط لها 4 معالق حلوين. اللون على حسب رغبتك. كل ما تحطي كاكاو على فكره بتربط معاكي اكتر وبتتخن، يعني بتتقل قوي. تمام تمام. خلاص شغال معاها زي الفل اهو يا بنات. بصوا انا بجيب الجوانب كده يا بنات عشان خاطر ايه ما يكونش فيه حاجه ما انضربتش. تمام.
انا طفيت طبعا الخلاط، وبعد كده بجيب الجوانب وهبدأ اشغله تاني. طبعا انتوا عارفين المعلقة دي تعمل فيها ايه، انتوا فاهمين طبعا. يلا نضربه شوية كمان. بصوا انا دقت كده يا بنات، كده زي الفل، السكر بتاعي مظبوط. تعالوا بقى نشوفوا العظمة دي ونفضوها مع بعض. ده برطمان يا جماعة كان بتاع النوتيلا عندي فاضي، غسلته ونشفته وخليته زي الفل، وهنبدأ نحطه فيه النوتيلا بتاعتنا. بصوا بقى النوتيلا وهي نازله هتحسوا ان هي خفيفه، لا هي مش خفيفه، هي سخنه من ضربه الخلاط، لان الخلاط سخنها جامد وهي بتنضرب فيه. تمام. اما تتحط في التلاجة هتجمد وهتبقى زي الفل معاكم، زي اللي بتجيبوها من بره بالظبط. بصوا يا بنات ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده عظمه، عظمه والله العظيم. تعالوا بقى اوريكم العظمه ديت يا بنات. بعد ما خلصت كده انا فضيتها، الكميه دي خدت معايا كام؟ خدت معايا 3 براطيم، والبرطمان اللي ورا دي مش مليانه على اخره يا بنات. ما شاء الله. معايا بقى التوست كده جايباه يا بنات. تمام. ما هو لزوم الشيء، مش عارفه بيقولوا ايه، لزوم الشيء الشيء باين، المهم يعني احنا لازم نظبطه اكلتنا يعني. تعالوا بقى نشوفوا العظمه دي واحنا بندهنوها على التوست. توست بقى في عيش فينو، ولادي يا جماعه اتعشوا بيها اساسا امبارح والنهارده كمان بياكلوا منها، اول ما قاموا فطروا منها، قبل ما يروحوا الدرس خدوا منها برضو سندوتشات. بصوا والله العظيم حاجه عظمه، وانتي عاملاها في البيت. وكمان يا جماعه برطمان النوتيلا دلوقتي غلى جامد، فيعني ايه خليكي اقتصاديه كده واعملي. ولو ما عندكيش بندق حط سوداني، وعلى ضمانتي السوداني هيقوم بنفس دور البندق. وهاتي قصنص بندق، في حاجه اسمها قصنص بندق من عند العطار، زي قصنص جوز الهند، قصنص البرتقال، حاجه كده. هاتي قصنص البندق وحطي منها نطره، هتخلي الطعم خطير. انا بوريكم ان النوتيلا تحفه جدا. انا هعملها لكم برضو نوتيلا اقتصاديه المره الجايه باذن الله، هعملها بس لما اخلص الكميه اللي عندي باذن الرحمن هعمل لكم النوتيلا الاقتصاديه. شوفوا يا جماعه الجمال. اهم حاجه بقى ما تنسونيش في لايكاتكم، كومنتاتكم، دعوه حلوه من قلبكم لما تجربوا الوصفه دي ان شاء الله تعجبكم. ولو انت لسه شايفه قناتي جديده يا ريت تحطي لي اشتراك لقناتي وتفعلي زر الجرس، يعني فضلا وليس امرا يا بنات، لان فعلا فعلا حرفيا انا بتعب جدا في الفيديوهات دي عقبال ما اخلص. انتوا مش متخيلين المطبخ بتاعي عامل ازاي، بس اللهم يعني الله الحمد لله والشكر لله، ربنا يوسع علينا وعليكم جميعا. يلا اسيبكم في رعايه الله، سلام.